الحدوته بتبدا يا جدع مع مقوله كده بتقول من الممكن جدا في خارج نطاق ادراك حواسنا ان توجد عوالم جديده خافيه لا نعرف عنها شيء، وطبعا الفيلم ده بيتكلم عن عوالم جديده خافيه اللي احنا لا نعرف عنها شيء. المهم بعد كده يا باشا بنشوف سفينه بتعوم في الصحراء، وما تسالنيش ازاي السفينه بتعوم على الرمل عادي كده. المهم الفريق اللي بيبقى في السفينه ده بيكون رايح على برج موجود في وسط الصحراء، بيبقى الطاقم قاعد وبيحضر نفسه كده لحد لما بيبقى في وحش غريب بيطلع لهم من تحت الرمله، ما تفهمش ولا ايه. المهم يعني هو بيهجم على السفينه وبيفضل يدمر فيها، وطبعا هم بيحاولوا ان هم ينجوا بحياتهم. في الاخر يعني السفينه بتتدمر وبيكون في واحد من الطاقم ده وقع وهو مجمع عليه كده. مع ده تقريبا بنطلع بالزمن لقدام ولا ما تفهمش ايه اللي بيحصل يعني، وبنروح كده بالصحاب نشوف ظابطه كده اسمها ناتالي ارتمس، وبتبقى واقفه عند الحاج وبتسمع استغاثات جايه من فريق تاني اسمه برافو عليك كده. المهم بيبقى الفريق ده عم الحاج عمال يستغيث بيهم عشان في عاصفه قويه جدا جت ونفختهم. بعد كده بنشوف ان الفريق بتاعه رايحين عشان يشوفوا الفريق التاني ده راح فين وينقذوه. بعد يا باشا لما بيركبوا العربيات بتاعتهم بيروحوا عشان يدوروا عليهم، ولكن فجاه كده بالصحاب بيلاقوا ان في عاصفه كبيره جايه عليهم وبيحاولوا ان هم يهربوا منها باي طريقه، وبيسوقوا بسرعه بس بيلاقوا ان مفيش مفر من العاصفه دي وبيدخلوا فيها. بنشوف بقى بالصحاب ان هم جوه العاصفه دي بتبقى قويه جدا وبتيجي عليهم كام صاعقه برق كده وبيغمن عليهم. بعدها بيفوقوا يلاقوا نفسهم في صحراء كبيره والرمله بتاعتها بيضاء، وبيفضلوا يتمشوا كده لحد ما بيلاقوا ان العربيه بتاعت الفريق اللي كان بيستغيث بيهم موجوده هنا ومحروقه ومتفحمه، والفريق اللي كان فيها برضه محروق هو الثاني. والحروق يا باشا دي واصله لدرجه ان الرمل الابيض اتحول لازاز، يعني درجه حراره رهيبه جدا. المهم عم الحاج يفضلوا ان هم يتفقدوا الجثث، وبتقول لهم ناتالي ان يا جدعان على فكره مفيش اي نار تقدر تحرق بني ادمين للدرجه دي، يعني شايفين الرمله اتحولت لازاز ازاي فيها يا جدعان. المهم بعد كده بيفضلوا ان هم يتمشوا عشان يشوفوا اي اشاره يطلبوا بيها الدعم، وبيوصلوا لمكان فيه هيكل عظمي كبير جدا، وبنشوف بقى الراجل اللي وقع في السفينه ده وبيضرب عليهم سهم كده. وبعد كده بيخرج عم الحاج وحش كبير وبيفضل اللي هو يهجم عليهم، وبيحاولوا ان هم يضربوه ويموتوه بالاسلحه والقنابل، ولكن مفيش اي فايده. فطبعا زي اي فيلم اجنبي عادي هم مفيش فايده من الاسلحه والقنابل، فاحنا هنكمل ضرب يعني يمكن تاثر فيه او تزغزغ ولا حاجه. المهم ابو الصحاب يفضلوا يهربوا منه لحد لما بيدخلوا في كهف معين كده، وبيحاول الوحش ان هو يدخل لهم، بس الراجل اللي كان بيضرب بسهم ده عم الحاج ايه خلاه ان هو يمشي يعني وبيستخبى في الرمله. بعد كده الصحاب بنشوف بقى ان الفريق فضل موجود في الكهف لحد بالليل، وبيبقوا قاعدين بيفكروا في اللي هم شافوه واللي حصل فيهم ده. وبتقول واحده كده ان اكيد اول لما دخلوا الكهف حصل لهم حاجه وكأن في حاجه يعني، وان اللي هم فيه ده مش طبيعي اكيد يعني. بعد كده البت ناتالي بتفضل تقول لها بقول لك يا بت مش ناقصه هبلك على الصبح، احنا جنود بقى واي حاجه مهما كانت احنا لازم نحاربها، معلش احنا جامدين زعليق يعني مؤاخذه في الكلمه يعني. وبعدين يعني ابو الصحاب هي لسه ما خلصتش الكلمه لقت ان في عنكبوت ضخم جدا ماسكها وبيحاول الفريق ان هو يموتهم، ولكن عم الحاج مش بيقدر ان هو يموت العناكب ولا العقارب دي. لما بيلاقي العناكب كترت قوي حواليهم بيهربوا، وبيبقى عمتك ناتالي مغمى عليها تقريبا عندها غيبوبه سكر ما تفهمش ولا ايه، ولما بتفوق بتلاقي ان هي في كده ايه عقرب ولا عنكبوت اخدها وحبسها في البيت بتاعه. بس هي ابو الصحاب بتفوق بتحاول انها تهرب، وبتلاقي كده ابو الصحاب ان فجاه كده واحد من الفريق ميت في المكان ده، يعني سبحان الله. لما بتحاول ابو الصحاب تهرب بقى بتلاقي ان في واحد من الفريق تاني لسه عايش وبيبقى مصاب، وبتبقى العناكب كتير جدا وراهم. فالواد المصاب ده بيقول لها انها تهرب وهو هيضحي بنفسه، عارف انت اللي هو اخلع انت وانا ما تقلقش انا هظبط الامور يعني. طبعا عم الحاج الواد بيبقى فيه حاجه غريبه قوي، بيبقى فيه خرم في جنبه كده عمال يطلع عناكب كتير ما تفهمش حاجه قرف كده. المهم ابو الصحاب بعد كده بتولع في العناكب دي عشان تهرب منهم، وبتحاول انها تطلع من الكهف، وبتلاقي ان في عنكبوت شدها ولكنها بتضربه وبتخرج وبتبقى ايه منهاره جدا وفاكره انها اتصابت زي صاحبها اللي كان بيطلع عناكب ده، بس هي بتلاقي انها سليمه والحمد لله. بتفضل تعيط الحمد لله يلعن ابو الولد المهم انا سليمه. المهم الصحاب بعد كده بنشوف ان العناكب بتحاول انها تطلع، بس لما بتلمس الشمس بتدخل الكهف تاني عشان تقريبا كده وكأن الشمس بتحرقها. بعد كده بالصحاب بنشوف ناتالي في الصحراء دي كلها وعماله تمشي وتدور على اي مكان تاخد ميه منه او اكل، وبتلاقي كده بالصحاب بتلاقي مكان فيه سفن كده وبتروح عشان تدور على اي حاجه فيها. فبتلاقي الواد ابو سهم ده بيفضلوا يتقاتلوا مع بعض عشان هو فاكر انها شريره وهي فاكره ان هو شرير، لحد لما بيغمن عليها. مش عارف انا هي تقريبا حامل ولا حاجه عمال يغمن عليها كل شويه. المهم بعد كده بنشوف ان هو اخدها على الكهف عشان يقعدوا فيه شويه ويحتموا من العناكب اللي بتطلع بالليل. بعدها كده بالصحاب تاني يوم بيبقى الراجل ابو سهم ده بيشوف احوال الصحراء، وبيلاقي ان البت ناتالي فكت نفسها وفضلت تقاتل فيه لحد لما ربطته هو شخصيا. والمهم ابو الصحاب يفضلوا يتقاتلوا هما الاثنين لحد لما كانت هترميه في الكهف بتاع العناكب اساسا، ولكنها بتسحبه عشان تبينه انها مش عدوه يعني، فاهم انت في نيه خير في الموضوع. المهم يفضلوا يتكلموا وبيحاول ان هو يفهموا بعضيهم كده لحد ما في الاخر بنعرف ان الطريقه الوحيده اللي هترجعهم لعالمها الحقيقي هي انها تدخل في عاصفه من تاني، ولكن الوحش اللي هاجم فريقها ده هيفشها لو دخلت وهياكلها يعني مؤاخذه في الكلمه، فاحنا لازم الاول نقضي على الوحش ده بعد كده نبقى ندخلك العاصفه. المهم ابو الصحاب بيفضلوا يفكروا كده لحد لما بيفهمها الواد ان السم اللي موجود في العناكب ده يقدر ان هو يقتل الوحش عادي جدا. فبيعملوا خطه كده بالصحاب وبيخلوا فيها ان البت ناتالي تكون هي الطعم، وبالليل ابو الصحاب بينفذوا الخطه دي وبيطلعوا عنكبوت كده وبيقطعوا منه حته من ديله. المهم يعني ايه بيهربوا في الاخر في الكهف، والراجل ابو سهم ده اخيرا ما عرفت اسمه الا وهو الصياد. المهم بيفرغ السم من الحته بتاعه العنكبوت ده وبيعمل بيها اسهم كده عشان يضربوا بيها الوحش، يعني الوحش ما اثرتش فيه المسدسات هتاثر فيه الاسهم. المهم ابو الصحاب ايه بيقعدوا يتدربوا شويه على الاسلحه اللي مع الصياد دي لحد لما بيوصل الوحش وبيحطوا له فخ كده عشان يخرج، ويبداوا بقى ان هم يواجهوه. بيفضلوا يحاولوا بقى ان هم يضربوا في الكائن ده وبيعرفوا ان هم يعملوا كده ولكنه مش بيتاثر. بس بتكمل البت ناتالي
عليه بالاسلحه بتاعتها لحد ما بيكون الكائن على اخر امه اصلا، بس الحمد لله بيضرب فيه الصياد ده وبيطيره بعيد. وبنشوف بعدها ان البت ناتالي راحت عشان تكمل على الوحش لحد لما بتموته اخيرا والحمد لله. وبتروح بقى بالصحاب وبتلاقي ان الصياد مغمى عليه، فبتروح وبتقطع حته من الوحش كده وبتاخدها معاها للصياد عشان يدخلوا بيها العاصفه لانها خلاص قربت عليهم، يعني عشان لو اخذ في الكلمه احنا عايزين نروح بيتنا يعني عشان الوقت اتاخر. المهم بالصحاب بعد كده بيدخلوا مع بعض وبتدي له حقنه عشان يفوقوا، وبيفوقوا هما الاثنين تاني وبيلاقوا ان هما في مكان كده شبه واحد سيوه يعني. المهم بيبقى في كائنات غريبه كده بس بتكون مسالمه. بالليل ابو الصحاب بنشوف ان هما نايمين كده الكائنات دي بتهجم عليهم. تقريبا الكائنات دي مسالمه الصبح والشفت الليل بتاعها بيبتدي بالليل، لكن بيظهر واحد كده وبيساعدهم عشان يخلصوا من الكائنات دي. وبعد لما بيخلصوا من الكائنات دي عم الحاج البت بتشكره جدا وبعدها بيضربها. مش عارف انا عملت ايه طيب والله. المهم ابو الصحاب بتفوق وبتلاقي نفسها محبوسه، البت عمال يغمى عليها من اول الفيلم لحد اخره. المهم ابو الصحاب بتلاقي نفسها محبوسه في المكان ده وبيبقى عمك الصياد معاها، ولما بتحاول انها تهرب بتلاقي قط كبير كده وبيتكلم في وشها سبحان الله. المهم يعني هو بيفضحها. المهم يعني بعدها الموضوع بيلم عادي وبتروح تتكلم مع القائد بتاع الصياد وبتعرف ان هو بيعرف يتكلم انجليزي عادي جدا، بسبب يعني ان كان في ناس كتير من اللي بيتكلموا اللغه بتاعتهم جم هنا وهو اتعلم منهم الموضوع ده. المهم بتروح معاه وبيقول لها على برج معين ان هم كانوا رايحينه في اول الفيلم ده، وان هو معمول عشان يفتح العالمين على بعض، العالم بتاعهم والعالم بتاعنا، وان يا باشا بسبب البرج ده في وحوش عماله تتنقل ما بين العوالم، عالمكم وعالمنا، ولازم بقى ان احنا ندمر البرج ده عشان نبطل التنقل. المهم ابو الصحاب بيطلبوا منها انها تساعدهم في ان هم يخلصوا من الكائن الكبير اللي بيحرس البرج ده، الا وهو تنين كبير سيقه. ويعني بما انها يعني قدرت انها تساعد الصياد وقدرت انها تفوز على الوحش الكبير اللي كان بسببه مش عارف ان هو يوصل ليهم اصلا، فساعدنا بقى ابو الصحاب. المهم ابو الصحاب بيبقى فيه نقطه ضعف اساسا للتنين الوحيده، الا وهو ان هم يضربوه قبل ما ينفخ نار في وشهم، يعني بثواني معدوده، فلو ضربوه في الوقت ده هم ممكن يهزموه عادي. المهم الصحاب بيحضروا نفسهم وبيروحوا كلهم على المكان وبيلاقوا ان التنين ده موجود فعلا وعمال ينفخ نار في كل مكان والرمله متحوله لازاز وليله سوداء يعني. المهم بيموت فيهم، ولما البت ناتالي بتحاول انها تضربه وتطير يعمل حاجه كده وتدخل البوابه بتلاقي نفسها في العالم بتاعها عادي جدا. وبقى ابو الصحاب في طياره كده وظباط كتير جايين عشان يلحقوها ويدوروا عليها هي والفريق بتاعها، وبيقوموا بياخدوها معاهم وبتبقى مش قادره تفتكر اي حاجه. ولما بياخدوها في الطياره معاهم بيطلب الفريق ده يعمل حاج الدعم عشان يدوروا على باقي الفريق اللي ناقص، احنا لقينا واحده بس يعني هنعمل بيها ايه. المهم الصحاب بقى كده بنشوف ان فجاه كده البوابه اتفتحت والتنين دخل عليهم ودخل يدمر الطياره، وبتفوق عمتك ناتالي بعد لما كان مغمى عليها للمره 2000 تقريبا، بتقدر بقى بعد كده انها تقوم وتنزل عشان تهاجم التنين وتنط على جناحاته وبتقطع فيها لحد لما بتوصل للحظه المنتظره، الا وهي خلاص التنين هينفخ نار في وشهم. فعمتك ناتالي بتقوم جايه راميه قنبله كده في بقه والحمد لله بيكون مات وبيبقى فرحان جدا، ولكن فرحتها لم تدم وبتلاقي ان التنين صحى لها تاني عادي جدا. فبيجي عمك الصياد ده بيفضل ان هو يضرب على التنين قنابل كده لحد لما بيموت امه في الاخر وبنخلص من ام التنين ده. بعد كده بيجي الصياد والقائد بتاعه بتشكرهم، بس بيبقى القائد بيقول لها ان هو لسه بدري، ان البوابه الصحاب اتفتحت يعني عادي جدا، فاحنا لسه هنضطر نقتل تنين تانيه، وانها اساسا مش هتقفل غير لما ندمر البرج اللي رابط بين العالمين دول. حتى بص يا بنتي في تنين تاني هيدخل علينا دلوقتي، هو بيدخل عليهم فعلا تنين تاني، وبيقرروا بقى ان هم لازم يدمروا التنين وان هم لازم يدمروا البرج، وان احنا كمان لازم ندمر ام الفيلم ده عشان فيلم سيء جدا والسي جي اي بتاعه سيء جدا، وتقييمي لهذا الفيلم هو 0 من 500. ولكن يا صديقي لحد هذه اللحظه احب اقول لك توته توته خلصت الحدوته. وما تنساش بالسبسكرايب لايك كومنت شير تشوفوا الانستجرام، ما تنساش تعملوا فولو كريم اسامه عشان هو لما ينزل الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد اسامه عشان هو كاتب سكيب ده، وتخش على جروب الميمز ميم امي على الفيسبوك، تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده. وبس كده يا جدع، خد لك بوسه كده حلوه، سلام عليكم.